طبعا امبارح عشنا او كلام في الكوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الاول امبارح عشنا ليله صعبه جدا جدا جدا. صراع كبير ما بين برشلونه وريال مدريد، ولكن في اخر مباراتين، مباراه في الليجا اللي خلصت 4-0 في الشوط الثاني مع الرأفه بالنسبه لبرشلونه على ريال مدريد في هانز فليك مع كارلو انشيلوتي، والمباراه الثانيه 4-1 في الشوط الاولاني، 5-1 في الشوط الثاني، طرد الحارس 5-2، ومع ذلك الريال ما قدرش يعمل حاجه. 5-2 مع الرأفه. صعب جدا جدا ان في مباراتين تاخد 9 اهداف، ودي عقليه مدرب ايطالي كارلو انشيلوتي، واحد من اعظم المدربين في العالم، انه يقبل 9 اهداف في مباراتين من برشلونه، وكأن الريال مع برشلونه في وجود كارلو انشيلوتي بقى مباح تكسبه عادي جدا وبسهوله. ده مش تقليل في برشلونه، لكن فرقه من اعظم الفرق، انما ما بيجوش يفوقوا الا على الريال. الفوقان ده بيعمل ردة فعل غريبة جدا وسلبية على الريال، خصوصا كمان ان احنا شايفين عنده دوري ابطال اوروبا وفي المراكز اللي تحت ومش مقنع. الدوري الاسباني او الليجا مركز اول، ولكن اتلتيكو مدريد في الوقت الحالي مركز اول. صراع كبير جدا بين اتلتيكو ما بين الريال وبرشلونه، ولكن على كارلو انشيلوتي ان يعمل حساباته على ان صعب امام جماهير الريال وعشاق الريال على مستوى العالم مش في اسبانيا انه ياخد 9 اهداف في مباراتين امام برشلونه. فرقه بتلعب كره قدم حديثه، ولكن في كل مباريات الليجا البرشلونه بيتعب امام المنافس، وخاصه انا اتكلمت على الثلاثه بتوع نص الملعب في الشكل الدفاعي، مش بوسكيتس واندرياس انيستا وكمان تشافي في فتره من الفترات، وبالتالي كل ده لم يستفد منه الريال. عموما مبروك لبرشلونه كاس السوبر، وعلى الريال ان المرحله القادمه اصعب بكتير جدا جدا مع كارلو انشيلوتي، وده اللي هيبان في مرحله الدوري. وكنت شايف ان اتلتيكو مدريد عمال يتسحب يتسحب يتسحب، وممكن يكون بطل الليجا في المراحل الاخيره. كاس السوبر خلص، نروح على دوري ابطال افريقيا. مكسب كبير جدا جدا بالنسبه للاهلي، مكسب كبير واداء مقنع في الشوط الثاني، وعوده مره ثانيه بالنسبه، معلش جالي تليفون، وعوده لامام عاشور اللي اذا ركز في الكوره داخل الملعب 90 دقيقه، انا بقول امام عاشور هينقل الاهلي في حته ثانيه، وهينقل منتخب مصر كمان في حته ثانيه، لانه لعيب مختلف عن كل اللعيبه اللي موجودين في مصر، لعيب امكانياته فنيه عاليه جدا. نسبه التركيز عنده مش بنسبه 100%، لو ركز في الكوره هو لعيب كبير، انما انا شايف ان امام عنده اكتر من كده، عنده افضل من كده. لما بيدخل صح وبيشتغل صح، امام بيبقى فارق كبير مع اي نادي في مصر، خصوصا اللي بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي. 3-1 نتيجه ممتازه جدا في الشوط الثاني في ملعب صعب، اجواء 32 درجه، 65 درجه رطوبه، ممتاز جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اورلاندو بايرتس، طبعا الاهلي بيحاول، عنده المباراه بتاعت اورلاندو بايرتس، لان بايرتس كسب بالامس شباب بلوزداد، فبالتالي مركز اول، الاهلي مركز ثاني. الاهلي بيحاول يرجع مركز اول في مباراه صعبه هتبقى على استاد القاهره، هيلعب على تفادي المركز الثاني، خصوصا ممكن يلعب مع الترجي او بيراميدز او سان داونز او الجيش الملكي. كل ده هيبان في المباراه الاخيره، وان كان كنت اتمنى النادي الاهلي يكون في المركز الاول مش في المركز الثاني. باريس كسب شباب بلوزداد، شباب بلوزداد خرج تماما. الجيش الملكي خلص موضوع الرجاء وصعد هو للدور الثاني، ولكن طبعا سان داونز لسه كمركز ثاني، المباراه هتبقى صعبه جدا جدا. الترجي وبيراميدز مركز اول ومركز ثاني خلاص انتهت. الصراع الكبير دلوقتي مين الاول ومين الثاني بعد الفوز بتاع الترجي بالامس على الجوليبا، واول امس بيراميدز على سجرادا. خلصنا من دوري ابطال افريقيا، وده طبعا دوري هيبقى قوي جدا في ادوار المجموعات، لان الاسماء اللي داخله او اللي هتتاهل كبيره وقويه. وانا قلت من اول مباراه للاهلي مع اورلاندو بايرتس حذاري من هذا الفريق، لانه فعلا فرقه كره قدم محترمه بتلعب بشكل جماعي، عندها امكانيات فنيه عاليه جدا، عندها مدرب جيد، وده اللي ممكن يكون مفاجاه دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. الكونفدراليه، مبروك لنادي الزمالك 11 بونت، مركز اول عن جداره واستحقاق. الفوز بالامس على بلاك بولز ممتاز جدا. طبعا 3-1 نتيجه منطقيه. زيزو وكمان حسام اشرف بياكد يوم عن يوم ان ممكن يكون مكسب كبير جدا في ظل الخلافات اللي موجوده في الزمالك في الوقت الحالي مع سيف الجزيري. التعادل بتاع المصري وخساره 3 بونت مع محمود حماده في الفتره الاخيره يعني صعبت الموضوع شويه. صحيح المصري عنده مباراه سهله مع بلاك بولز، الزمالك مع انيمبا، نتمنى الزمالك يفوز على انيمبا والاهلي يفوز على بلاك بولز، وده ممكن
يعني او بنسبه كبيره جدا هو الارجح، يعني يكون الزمالك اول ومصر تاني ويلعبوا كمان في الكونفدراليه. كده يبقى عندنا 4 انديه باذن الله: الاهلي، بيراميدز، الزمالك، والمصري. 4 يتاهلوا، وبعد كده نشوف الادوار الثانيه هيتم فيها ايه. بالتوفيق لكل الكره المصريه باذن الله في البطولات الافريقيه، ونشوف بعد كده البطولات المحليه اذا كان الاهلي او الزمالك او بيراميدز او المصري او الاسماعيلي، كل الانديه. طبعا يمكن البطوله الافريقيه لسه الى الان ما خدتش المتابعه او الشده الكبيره جدا او القوه الكبيره، ولكن طبعا الاسماء اذا كان الزمالك، اذا كان المصري، اسماء كبيره بالنسبه للكونفدراليه، وانا وجهه نظري الاقرب والارجح كمان للتاهل للمباراه النهائيه، معاهم نهضه بركان المغربي. البطوله الافريقيه بالنسبه لدوري الابطال، لا طبعا شايف هيبقى فيها امور صعبه جدا. بيراميدز فريق قوي، وان كنت انا معترض بس على كورنزلاف كورنيتش اللي هو المدير الفني بالنسبه لبيراميدز، اقل بكتير جدا من كواليتي اللعيبه. اورلاندو بايرتس اتكلمت عليه، فرقه محترمه جدا جدا، واي فرقه هتلعبها في الدور الثاني هتتعب كتير قوي قوي، لان الفرقه عندها جماعيه في الاداء وعندها امكانيات فنيه عاليه جدا. سان داونز بيتسحب، لسه بيعيد الاستقرار بعد رحيل موكوينا المدرب وموكوينا لاعب نص الملعب، بيحاولوا يعملوا حاجه جديده للكوره، بيصرفوا فلوس كويس جدا، ولكن يبقى سان داونز من الفرق المرشحه. الترجي بحمد المدب والتعاقد مع ريجي كامب كمدير فني جديد بدأ يحط الترجي على الطريق السليم والطريق الصحيح. صحيح الترجي ما عادش عنده اللعيبه بتاعت زمان، ولكن يبقى اسم في ملعب راقدس، يبقى اسم من الفرق اللي عندها خبرات وبتلعب على منافسه. علشان كده الترجي فرقه من الفرق اللي ممكن يكون لها دور كبير جدا في التاهل او في العمل على بطوله السيمي فاينل، بطوله دوري ابطال افريقيا. انا بالنسبه لي المفاجاه هي الرجاء في الخروج، والمفاجاه الثانيه بالنسبه لي هو اداء الجيش الملكي. فريق سريع جدا، فريق جريء، وجرأته وضحت على فرقه الرجاء في المباراتين، المباراه الاولى فوز، المباراه الثانيه تعادل، ولكن فرقه محترمه جدا وقويه جدا جدا في عمليه السرعات وعمليه كمان انهاء المباراه. وبالتالي انا شايف ان المجموعه او الفرق اللي هتتاهل صعب جدا نرشح مين يفوز. صحيح في اسماء وفي خبرات لبعض اللعيبه، ولكن في النهايه بنتكلم على فرق عندها امكانيات فنيه عاليه جدا، وده اللي مخلي دوري ابطال افريقيا السنه دي مختلف عن المواسم السابقه، علشان كده المنافسه هتكون شرسه. طبعا في الدوري الايطالي اتكلمت على تعادل اليوفنتوس ل 12. اليوفنتوس اسوأ بدايه من 20 سنه بعد ديلنيري في 2010 2011. ديلنيري في 19 مباراه كان عنده 31 بونت، تياجو موتا في 19 مباراه عنده 33 بونت، 12 تعادل. ديلنيري كان عامل 14 تعادل. امور صعبه جدا على اليوفنتوس وعلى مشروع اليوفنتوس مع تياجو موتا، علشان كده الكلام بدا يتردد كتير جدا داخل اروخه اليوفنتوس، وان كان الفتره الشتويه ممكن يعملوا 3 4 لعيبه. الميلان التعادل لسيرجيو كونسيساو، اول تعادل في اول ظهور ليه في ملعب الجوزيبي مياتزا او السانسيرو بعد الفوز بكاس السوبر في الرياض. طبعا تعادل كان غريب جدا وغير منطقي مع كاليري، ولكن في النهايه هي كره قدم. ننتظر من سيرجيو تعديل كتير جدا في امور بالنسبه لنادي ميلان اللي يحتاج راس حربه، يحتاج باك رايت، يحتاج الدفاع. نابولي الفوز 2-0، خلافات كتيره جدا مع كفارا سيخيليا، هينتقل لباريس سان جيرمان 80 مليون 75 مليون، ولكن دافيد نيريش رقم 7 بديل كفارا، انا وجهه نظري واحد من اهم اللعيبه ومن افضل اللعيبه اللي بدا يعمل فرق كبير جدا في الجبهه اليسرى. نابولي محتاج قلب دفاع، هيجيبوا دانيلو، محتاج كمان لعيبه ارتكاز، من الممكن يكون في جابو بيلينج، واحتمال يكون كاسادي، احتمال فريدريكو كيزا، واحد من اللعيبه المهمين جدا بالنسبه للكره الايطاليه، عاوز يلعب عشان المنتخب لانه قاعد على الدكه بالنسبه لليفربول. الانتر الفوز 1-0 بالعافيه، بس هو كان في حاله نفسيه وازمه صعبه جدا بعد الخساره بتاعت السوبر امام ميلان في الشوط الثاني 3-2. اصابه شالانوجلو حتى الان اصلا لم يعطي. انا اتمنى من سيموني انزاجي انه يجرب لاعب جديد. شالا جه بظروف خاصه، جه بعد اصابه بروزوفيتش في مكان، جاب شالا من الجبهه اليسرى حطه كلاعب ارتكاز. ممكن تجرب بافارد، ممكن تجرب لاعب زي زيلينسكي، مع الحاجه بتولد الاختراع بالنسبه لسيموني انزاجي. طبعا اتكلمنا على الانتر، على ميلان، على اليوفنتوس، على نابولي، على روما بتعادل 2-2 في الدقائق الاخيره بعد ان كان افضل كتير جدا على بولونيا، ولكن بولونيا فريق خطر جدا جدا. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى طبعا ان
كرة القدم تكون اكثر اثارة اكثر تشوق. انا شايف ان دوري ابطال افريقيا السنة دي الكونفدرالية هيكون صعبة جدا جدا عند المصرية، وان كان باذن الله هنكون 4 من 4 بالنسبة للبطولات الافريقية. تحياتي والى اللقاء، وكل سنة وانتم طيبين.